كاين واحد الفيديو اخوتي على قناه جزائريه عنده الفيديو هذا وين كان لطفي يتكلم فيه بعقلانيه. تقولوا لي كيفاه؟ نقول لكم تفرجوا الفيديو هذا ومن بعد نرجعوا نكومونطيو عليه فيت في. وحنا كنا كيما هكا اللي في قلب نقولوا هي لا. وكنت السيستم تاع الجزائر كنت نعرفه من برا، ما كنتش عن بالي واش صاير من الداخل. انا كنت نعرف غير نطرح المشاكل، رانا ما عندناش، رانا شوماج وعلاه ما عن باليش واش صاير. بالنسبه لي الشاب هو ضحيه، الشاب ما عندوش بصح ما كنتش عن بالي باللي هو كي تقول له هيا كيف دركا مثلا نفتحوا قوسين مع والي ولايه عنابه دايرين مشروع اسمه القضاء على البطاله في عنابه، بعد نحكيو عليه ان شاء الله. نحكيو عليه بعد. نجي نقول له سي بون الدوله راني ان شاء الله تفاهمت مع الوالي معاه راح يمدوا لكم صوار باه ديروا مشروع وتخلق سوسيتي وتتهنى وتخرج من الحمله. يقول لي بصح واش راح ندير؟ ما قريتش، ما عنديش ميتي، ما نعرفش نسبق من هذا بكري، ما كنتش عن بالي. انا كنت عن بالي لافوت الدوله، هذا هو المشكل تاعي. وهي لا، هو الشاب هذاك مش ما عندوش ما تفورماش، هو الشاب هذاك ما دارش مجهود. يجي فيك ما ديرش مجهود، الدوله عايشه والحكومه والشعب والناس كلها يجي فيك انت كل ما ديرش انت مجهود بعد تجي فيك انت. عندك تغطيه اعلاميه، اعلام اللي كنت تقول عليها وتحت العصابه ماهوش حر، يعني انت كنت عطاوك منبر فيه الاعلام هذاك، وكنت حتى عندك حصص، وكنت سوفون انفيتي في التيلي. كنت يعيطوا لك خالد اتومي في المهرجانات، تجي مهرجان تيمكاد وحده وتضرب تدي شكاره تاع صوارد وتروح تروح. يعني وقت هذاك الجزائر تدخل لها غير في الصيف، تجي تهز تجيب باتيرك وتجي مقدم، قاعد تخدم على روحك ربي يعينك، بس كنت تخلط مع العصابه صحيح. ومين كانت اي مناسبه يعيطوا لك، الوعده تاع عسله خص يغني لطفي دوبلكانو، افتتاح تاع جامعه خص لطفي دوبلكانو، الختانات خص لطفي دوبلكانو، الجينيريك تاع النشره لطفي دوبلكانو، الجينيريك تاع النشره تاع الاحوال الجويه لطفي دوبلكانو. تما ما كانتش كاينه معارضه. كيت على انجازاته. الرئيس بوتفليقه نعم دار انجازات، دار وبنى وحاول. التفكير بالانجازات مش نوع من التملق للسلطه؟ لا، حتى نبين للناس المتعصبين يقول لك ما دار حتى شيء، ما كانش من هذا تطرف كما في تونس. الهروب التطرف مش مليح. وليه لا انت تكلمتي بعقلانيه؟ قلتي بوتفليقه، انا واحد من الناس من اشد الكارهين لنظام بوتفليقه، نحكي على روحي. انا من 2013 كنت حابو ديجاجي بوتفليقه، هذا رايي. ما كنتش حابو يدير العهده الرابعه لانه 3 عهدات ديجا سي بون، نورمالمون في الثانيه حبس، ماهيش ملكيه هذه. مرحبا بك في العاب العقل، اتفرج لاصوير. ماكرون هو انسان كمسؤول كبريزيدون يعتبر فاشل، لكن ما نظنش انه يكره شعبه لدرجه انه يدخلوا الحبس ولا يظلموا لدرجه انه يدخلوا. دونك تبريكو كان الرئيس الفاشل وكان الرئيس الظالم اللي يحكم حتى دي جان تاع 20 سنه ويدخلهم للحبس بعام او عامين او عده اشهر يا خوتي، لانه قال كلمه ما عجبتوش. هذا ظالم. واون اوبسيون بيان سور كيما الايفون برو ماكس ولا كاين الظالم والفاشل. هو فاشل النتائج تاعو كارثيه او ميم طون يزيد يدخل شعبه، هذا سبب البرو ماكس الاخر خلاص. ولكن كاين الفاشل وكاين الظالم اللي يقهر شعبه، اطفال صغار، واللي يحرض شعبه على بعضها. عندكم راهم ممولين. يعني الغرض تاعو لما تهجم على ماكرون ما تهجمش عليه كليا، لان من بعد لما له حتى كتبرديع دار لك شغل الضباب هذيك، من بعد يبدا يحشي لك في الهضره. واش قال لك من وراها؟ قال لك لا ماكرون ما قال راهو فاشل لكنه ماهوش انسان ظالم وديمقراطي. يعني لهنا زاد رجع الحكايه تاع اني ديكتاتوري. شفتي كيف قاعد يبردع فيك بالعقل؟ باريطاب يخدم معاك، باريطاب يخدم معاك على النفسيه وعلى البسيكولوجيه تاعك. هذا هو الاسلوب اللي قاعد يستعمل فيه. هذيك قاعد نقول لك اخبط واحد راهو الانسان هذا، هذيك كثرت عليه، فهمت؟ دونك هو لهنا تهجم بطريقه غير مباشره، بطريقه مباشره على تبون وعلى القضاء. قصدي القضاء اللي هو مؤسسه من مؤسسات الدوله، قاعد تقول باللي شغل القضاء لهنا بطريقه غير مباشره القضاء ماهوش مستقل ويخضع للسلطه. زيدوا نحط لكم فيديو واحد اخر واش صرا بين الجزائر وفرنسا. هو القضيه هذيك اللي قاموا باعتقال مؤثرين اصول جزائريه عايشين في فرنسا، واللي خاصه انا كانوا معايا امي في التيك توك الناس هذوم، كو سوا عمي بوعلام هذاك، كو سوا زازو. نحط لكم ليكستري عاد تجي رفيق. هو واش هدر اسمه ب 2025 سمعنا اعتقال الانفلونسور هذا دي جي رفيق في فرنسا على 6 تاع الصباح. انا شخصيا ما نعرفش هذا الانفلونسور باسكو دي فوا نطيح في التيك توك في لي فيديو تاعو عن بالي جينيرالمون كاين شويه سبان وكلام عيب، ما نتبعش ما عن باليش المحتوى. لكن حسب ما قال الوزير الداخليه قال باللي يعني هو تانا متهم بقضيه هذيك الخطاب الكراهيه وهذيك الانسيتاسيون لا فيولونس والعنف في التراب الفرنسي، وهذه عندهم يعني جريمه كبيره. دوكو راحوا له على 6 تاع الصباح في الدار، قاوه داير لايف ودخلوا له اجتماع واعتقلوه مباشره. كانوا قادرين طبعا يبعثوا له كونفوكاسيون، ولكن هذه في اطار امور اخرى. لما تعود قضيه انسيتاسيون لا فيولونس وقضيه يعني فيها جريمه وكذا ما يمدولكش لوكازيون، يجيوك ديريكت ويكلاسيو الدوسي خطير جدا. دونك اسكو وصلت الحاله لهذه الدرجه؟
شفتوا اخوتي التلون والنفاق. عاد لما نقول لكم انسان ما عندوش مواقف، يعني في مع القضاء الجزائري وفي القضيه تاع نفس الحكايه خطاب الكراهيه، يعني لهنا قاعد يمد عذر للقضاء الفرنسي. قال لك صح انا عايش في فرنسا وعلى بالي سيتاسيون على ان انا سمعت قضايا تاع ناس جزائريين وحتى غير جزائريين جاوهم على 6 الصباح بركيزيسيون، داوهم هزوهم من الفراش كيما كاكا، حبس ديريكت قرطافي شرعوا لهم بعثوهم للحبس. عجل الحوايج يا خوتي، باسكو ساندوا فلسطين وداروا كيما نقولوا بوبليكاسيون وداروا حاجه كيما في الانترنت، عقبوها لهم خطاب كراهيه ومعاداه ساميه، يعني دخلوا لهم في امور واحده اخرى خلاص. هو لهنا نفس القضيه قاعد يبرر القضاء الفرنسي، قال لك لا هو خطاب الكراهيه حاجه ثقيله وما يتلعبش معاها، بصح وعلاه وقلتي ما استدعاوهش جوا يعني في القانون هذه لهنا في فرنسا. نعم لا بيركيزيسيون تبدا من تصبح حاجه كيما بلور ليغال يقدروا يصدموا عليك. وعلاه بصح في القضاء الجزائري ما قلتيش باللي كاين قانون وخطاب الكراهيه يتعاقب عليه حتى هو، لا لهنا واش درتي؟ خشيتي بالشعبويه وبديتي تبردع في الناس باللي القضاء ظلمهم والدوله تاعنا تكره شعبها. درتي تخلص خويا العزيز، كاين قانون لازم تحترم القانون. قلت لكم فيديو اخر اخويا. للاسف الشديد لو جون قال واحد الكلام شويه غلط دار كلام يعني شويه ثقيل، ولكن الجوج اللي راح يحكم عليه يا خوتي او مشو مهبول او مشو بغل، كان واحد الحكم التقديري يقول باش يعرف اسكو هاد لو جون فريمون يعني نيته هي ترهيب وكذا ولا هضرها هكاك اي جون يهضر او يعرف يميز يا خالتي. ما يقدرش يهضر الحقيقه الا بالي كوي. انت واش قاعد دير؟ قاعد تزيد تغرق فيه ولد بلادك، قاعد تقول خطاب الكراهيه نعم كاين قانون خلي القضاء، بصح ولا قاعد تقول القضاء تاعهم ما عاد وين بديتي تبردع القضاء تاعهم. الجيش كيما حيخزر معاه حيعرف وكي يهضر معاه يدي ويجيب معاه في الهضره حيعرف باللي الانسان هذا متطرف في الافكار تاعو ولا ماهوش متطرف. انا نعطيك قضيه اخطر من هذه صارت عندنا والعام اللي فات وانت هضرتي عليها وصارت في عنابه في ولايتنا تسمى والانسان هذا اللي دارها خونا الصغير اللي هو الرابور داك في صوت الشعب، الغنايه اللي حكموها عليها وجاوها عليها اللي انارشي حابين هدم فو باراج لحيه طويله كلاشي زيدوا تعقبوا 10 سنين باناشي خرت مرت في بعضنا ديزاباج داك يهدر حاجه هذه ما هدرهاش عن قصد ولا عنده تفكير ارهابي. لهنا الداك القضاء الجزائري كيف تعامل معاه حتى في الجزائر يبان تحت قيلها قضايا الارهاب اخوتي في الجزائر ماهيش سهله راك تروح بالدقيق. بصح لهنا الناس اللي يعرفوا الداك ولا مم حتى الدوله عبالهم باللي الانسان هذا ماهوش متطرف ماهوش ارهابي، فهمتوا؟ يعني هو هدر كلمه بصح ماهوش كيما نقولوا يخمم فيها، صح هدر راني معاك بصح ماهوش قاعد يخمم فيها. سي لهنا لونجو ماهوش قاعد يخمم في كيما نقولوا صح يهز كلاش ويروح للجبل، غلطه. مي كي تحكم الانسان هذا والقضاء يتحقق معاه يعرف باللي الانسان هذا يقدر يكون كلش، مي غير الحاجه هذه لهنا القضاء وجداه اخي يخرجوا يا اخي ليبر يا اخي حر طليق الداك. وعلاه يعني وعلاه تحب تقلل من بلادك وعلاه